عزيزي المشاهد، النهارده جايب لك أكتوريا صنفرة للبشرة، تفتيح، تعقيم، تطهير، تنظيف، كل ده في أكتوريا. في منها 4 روايح. أنا عمري ما دهنت حاجة على وشي، فهدهن بقى عشان تطمن وتتأكد إن هو منتج كويس، وهنشوف الفرق قبل وبعد. أنا بحب جوز هند، فهبدأ بالجوز الهند. أنا مش عارف ممكن ما أدهنش صح، بس أنا هحاول. أنا ماليش في الحاجات دي، بس هحاول. يا عزيزي المشاهد، الريحة أصلا من أولها جميلة. ريحة الجوز الهند تحفة تحفة تحفة. مش عارف بقى عايزين المشاهد المفروض اسيبه قد ايه، فانا هسيبه شويه كده وبعد كده هبقى اغسل وشي. انت قول لي في الكومنتات المفروض اسيبه وقت قد ايه، بس بصراحه ريحته جميله جدا. ريحته عامله شبه البسكوت اللي هو بتاع زمان ده، اللي هو بجوز الهند. بشرة طبيعيه مش محتاجه حاجه. فعلا بيضيت. المفروض افضل اعمل كده. كده كده كده. لا بيضيت عظيم بجد. انا بيضيت فعلا. وكتوريا في منها 4 روايح. على وشي 5 دقايق واغسل وشي وارجع لك تاني، خليك معايا. عايز اقول لك عزيزي المشاهد، هي دي النتيجه بعد ما عملت الصنفره اكتوريا. يعني انا بيضت شويه عزيزي المشاهد. ما شاء الله. واكتر حاجه عجباني في ريحته ممتازه. انا بقى اعمل لك عرض الاربعه ب100 جنيه بس عزيزي المشاهد، لمده يومين. تروح تقول لاصحابك واخواتك وحبايبك وجيرانك واللي تعرفوه واللي ما تعرفوش. 4 روايح. سلام عليكم.